اعتقد نادي الزمالك ومستر فيريرا لو استغل الغيابات والاصابات اللي موجوده عند النادي الاهلي في مباراه القمه ولعب 4-3-3 ولكن بشروط معينه، ممكن ان هو يحقق نتيجه ايجابيه وياخد المباراه للاتجاه اللي هو عاوزه. ومن اهم الشروط دي ان هو يلعب بمحمد عبد الغني في وسط الملعب. وليه بقول محمد عبد الغني في وسط الملعب؟ لان الزمالك محتاج لده في الوقت الحالي، انك تلعب بلعيب في وسط الملعب يكون ستاره قويه للاثنين سنتر باك، سواء مصطفى الزناري او حسام عبد المجيد، ويبقى على يمينهم حمزه المسلوسي وعلى شمالهم عبد الشافي. اتنين بيقدروا ان هم يشتغلوا دفاعيا كويس وبيتمركزوا بشكل سليم في المناطق الدفاعيه، وان انت بتعمل بلوكات كويسه جدا وتستفيد من وجود محمد عبد الغني في الكرات الطوليه والكره الثانيه. ومن الكرات العرضيه هتلاقي الراجل ده بيسقط، يبقى ما بين الاثنين سنتر باك وتبقى بتلعب بليبرو متاخر وانت معاك الكوره، يطلع ويزق نفسه قدام وتبقى بتلعب بليبرو متقدم او بمثلث قاعدته مقلوبه. ومن الاتجاه الثاني